السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم معايا في وصفة جديدة من وصفات مطبخنا، مطبخ سهام النحاس. المبكبكة الليبي من الوصفات اللذيذة جدا والمشهورة عندهم جدا. بتدفي جدا في فصل الشتاء، ونتيجتها بتبقى حلوة جدا يا جماعة وقت الأكل. تعالوا بينا نشوف الوصفة هتمشي ازاي. في البداية أنا عندي نص كيلو من اللحمة الموزة. أنا اخترتها موزة يا جماعة، لكن انتوا تقدروا تعملوها بأي جزء من البقرة، وتقدروا كمان تعملوها باللحمة الضاني للي بيحب الضاني. عندنا كمان بصلاية متوسطة هنبشرها ناعم بإذن الله. وعندنا كمان فلفلاية رومي هقطعها مكعبات صغيرة، 3 حبات من الفلفل الحامي، و3 فصوص من الثوم هنهرسهم بإذن الله. عندي حوالي نص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، وعندي نص معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من البهارات المشكلة. والملح طبعا يا جماعة هيكون حسب الرغبة. عندنا كمان نص كيلو من الطماطم، ضربناها في الخلاط وصفيناها كويس يا جماعة. وعندنا كمان حوالي 3 معالق من معجون الطماطم. كمان عندنا نص كيلو من المكرونة المرمرية، هنشوفها مع بعض وقت ما اجي احطها في المبكبكة ان شاء الله. في البداية انا جبت معلقة كبيرة من السمنة البلدي، تقدروا تستعملوا زيت الزيتون كمان لو حابين، بس انا بفضل اعملها بالسمنة البلدي. نسيح السمنة زي ما حضراتكم شايفين كده، وننزل عليها بالبصلاية بتاعتنا المتوسطة اللي فرمناها ناعم زي ما قلت لحضراتكم. ونبتدي نشوح يا جماعة في البصلة بتاعتنا كويس زي ما حضراتكم شايفين معايا كده. بمجرد ما تبتدي تدبل معايا انزل عليها بفصوص الثوم المهروسة يا جماعة، ونقلب ونشوح في البصل والثوم مع بعض زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا كده بإذن الله. بمجرد ما تطلع معايا ريحة الثوم ابتدي انزل عليه بقطع اللحمة بتاعتي. زي ما قلت لكم نقدر نعملها بأي نوع من اللحمة، وهي يعني الليبيين بيفضلوها باللحمة الضاني، فاللي بيحب منكم الضاني يقدر يعملها بيها وهتبقى طبعا لذيذة جدا بإذن الله. نشوح بقى في اللحمة بتاعتنا، والنار عندي عالية علشان اللحمة تاخد صدمة يا جماعة، فتكون معايا جوسي من جوه وتاخد لون لذيذ كده معانا من بره. مجرد ما اللحمة بدأت تتشوح معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، نبتدي ننزل عليها بالفلفل الأخضر بتاعنا. طبعا الفلفل ده حامي يا جماعة، لأن المبكبكة طبعا بتحتاج الفلفل الحامي. برضو اخواتنا الليبيين بيستعملوا الهريسة، ودي معجون فلفل حامي جدا. لو متوفر عندكم استخدموه، لكن انا ما كانش متوفر عندي. ننزل عليهم بقى بعد ما شوحنا الفلفل الحامي والفلفل البارد بالبهارات بتاعتنا، الفلفل الاسود والكركم والبهارات المشكلة. لو مش متوفر عندك بهارات مشكلة تقدري تحطي ال7 بهارات. ونقلب كله طبعا مع بعض لحد ما تطلع معايا ريحة البهارات يا جماعة. ننزل عليها ب3 معالق اللي اتفقنا عليهم من معجون الطماطم، وطبعا نشوح زي ما حضراتكم شايفين كده معايا لحد ما تطلع معايا برضو ريحة الصلصة يا جماعة، او معجون الطماطم زي ما اتفقنا. طلعت ريحته معانا نبتدي ننزل عليه بعصير الطماطم اللي معايا. زي ما قلت لحضراتكم احنا معانا نص كيلو من الطماطم، ضربناها في الخلاط وصفيناها، وبننزل عليها على كل الخليط اللي معانا يا جماعة. نقلبها بقى كويس كده ونغطيها ونسيبها لحد ما تتسبك معايا تماما. اتسبكت معانا زي ما حضراتكم شايفين، والمادة الدهنية طلعت خلاص على وش الصلصة بتاعتي. نبتدي نضيف لها نص معلقة من السكر زي ما احنا متفقين مع اي صلصة بنعملها طبعا علشان تعادل معايا الحموضة. بعد كده انزل عليها بمية سخنة، ازود المية على حسب ما هتاخد معايا اللحمة في السوا يا جماعة. غليت معايا اهي، نهدلها بقى النار ونسيب اللحمة
تستوي براحتها يا جماعة. تاخد بقى حوالي ساعة ونص، ساعتين، على حسب يعني اللحمة بتاعتك. وبمجرد ما تستوي معانا زي ما حضراتكم شايفين كده، ابتدي اختبر اللحمة بتاعتي واتأكد انها استوت جدا يا جماعة. يعني في المرحلة دي اللحمة تكون استوت 100%، لان الخطوات اللي بعد كده مش هتاخد معايا وقت خالص، فلازم حاجتي تكون مستوية ومتأكدة منها 100% بإذن الله. ابتدي بقى اظبط الملح، وطبعا الملح انا بحطه بعد ما اللحمة استوت يا جماعة، علشان اللحمة ما يتأخرش سواها، لاني لو حطيته بدري ده بيأخر لي سوى اللحمة بتاعتي، فبتاخد مني وقت طويل. اظبط بقى الملح، ولو لقيت الصلصة بتاعتي نقصت يعني بشكل كبير وقت التسوية، اقدر ازودها كده كمية من المية تاني علشان اسوي المكرونة بتاعتي براحتها بإذن الله. ومبدئيا خليكي عارفة ان نص كيلو المكرونة بياخد حوالي 6 كوبايات من الصوص او الصلصة. فبالنظر كده لازم تكون دي كمية السوائل اللي عندك اللي هنسوي فيها المكرونة. زي ما حضراتكم شفتوا معايا، دي نوع المكرونة المفضلة اللي انا بستخدمها في المبكبكة. ما بتزيدش كتير وقت التسوية، وبتفضل حبتها صغيرة، فبيبقى يعني شكلها احلى وقت التقديم، وكمان وقت الاكل بتكون ألذ. قلبنا بقى المكرونة، وانا عايزة النار في المرحلة دي تكون عالية علشان ما تطلعش معايا نشا زيادة من المكرونة، وتستوي معايا 3 أو 4 دقايق على النار العالية دي. وهدي النار يا جماعة واسيبها. مجمل الوقت اللي بتاخده في التسوية حوالي 7 دقايق، ما نزودش عن كده، ونطفي عليها. وبكده هيكون طبقنا جاهز بإذن الله. وخلص طبقنا اللذيذ جدا. وصفة فيها كمية لذاذة وكمية دفى يا جماعة، صدقوني مش طبيعية. نغرف بقى ونشوف أخبار وصفتنا ايه. جميلة جدا يا جماعة، وما بتاخدش وقت خالص. وفي ناس بيسموها أكلة الحلة الواحدة، لأن كل المكونات زي ما حضراتكم شايفين انطبخت معايا في حلة واحدة. وبتجهيز مسبق تقدري تعملي كل الخطوات دي، ما عدا خطوة المكرونة، أو إن أنا أضع المكرونة في الصوص أو في الشوربة، وتسيبيها من بالليل لوقت الصبح أو وقت الغدا. وتعمليها مش هتاخد منك وقت خالص، وهتعجب كل اللي ياكلوها بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ودوسوا على الجرس اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ سهام النحاس.